السلام عليكم. طبعا اوكي هسه احنا بدينا استقلينا من بريطانيا والدول العربية استقلت، وهاي خريطة العالم. السودان مقسمة لحد الآن. ادعوا اخواننا في فلسطين، خاصة بغزة، واخواننا بغزة بالضفة الغربية، واخواننا بالسودان. المهم البداية النظام طبعا مال دولة ملكي، وكل 3 مقاطع أو 4 مقاطع أغلب النظام، مو أغلب، قصدي أضرب أغلب الملكة. مثلا كل ملك مثلا يكون مثلا هذا الملك مثلا يحب الدول المجاورة، الملك الجاي مثلا يكره تركيا، يكره سوريا، هيجي يريد يحتل الكويت، يريد يسوي معاهدة سلام ويا إسرائيل، يريد يحرر فلسطين. كل رئيس له خاصيته، مو خاصيته يعني إلى هاي. طبعا هسه احنا نعتبر شلون دولة تابعة بعدنا لبريطانيا، يعني ما مستقلين 100%. الحمد لله. فبعدنا اوكي خلينا المملكة المتحدة. هسه شوفوا العلم مال العراق عليه بريطانيا. ليش؟ يعني نعتبر تقريبا احنا شلون تحت الحماية الوصاية البريطانية. هيك نطور، خلنا نزيد الهاي، ناخذ فلوس من بريطانيا عمودا نقوي الجيش مالتنا. وخذنا تقريبا قوينا الجيش باو، خذنا عساكر وما شنو بريطانية. هسه الدول العالم كلها تحبنا باع باللون الأخضر كله. طبعا هسه بالبداية أني كان هذا الملك يكره إيران، هذا ملك العراق عنده حقد ويا إيران، يعني شلون هذا الملك تقريبا يحب الغرب أكثر من روسيا وهاي الدول، فهمتوا؟ هذا الملك يكره إيران، يكره الصين، يكره روسيا، يكره يكره أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغستان وهاي دولستان. يعني يكره شمال وشرق آسيا. هيك فهمتوا؟ هذا الملك. يجوز الملك الجاي يحرر إيران، يعني يطيها يرجعها، ما أعرف بعد هذا. اوكي راح ناخذ تقريبا، راح نسد الموانئ الإيرانية. اوكي وصلنا طهران. إذا احتلينا طهران هي بس احتل طهران، احتلينا طهران. اصبر لا بعدنا ما احتليها. وصلنا لحدود طهران، خلنا نقتل احتلينا إيران. نعتبر ما علاقة، راح نسلم إيران والمن للعراق. إيران نكتب إيران ما طلعت لي، لازم الألف فوق حركة. إيران هنطلع إيران ونجيكم داخل إيران. شو نسوي؟ الملحق هذا العراق، ناخذ هاي الأراضي من إيران. يمكن أنا أعرف شلون. صبر هيجي راح نسوي معاهدة السلام، اتفاقية السلام. شوف هسه شو راح اسوي. ما دام سقطت إيران فادخل على العراق يعني نكتب يحرر الملحق، ناخذ هاي الأراضي الإيرانية كلها صارت إلنا. هاي دولة هنا خلينا إيران كلها ما شاء الله. الجيش مالتنا ضعف، راح ناخذ كافي 19 فلوس من هنا. المهم خذنا غنائم منها. هذا الجيش مالتنا ضعف كلش. شنو
ما أقبل أنا أي دولة أطلب منها. جرينلندا هم عندهم جيش ذولا. أنا ما أعرف. جرينلندا هي طول عندهم جيش. أنا ما أعرف شنو هاي الدول تعبر من أراضي. ما أقبل أنا. شن مهزل هاي استهتار هاي. شنو يطبون من أراضي ماي. طالي البرتقال لا اخواننا الآن الحرب على تحتلون سوريا. ها يحتلون سوريا. نجيب لنا جيش نقتل نحتل شو اسمه. نسوي لنا جيش زي اليونان. إذا عجبتكم الحلقة وتبون أسوي بعد ضغطوا لي لايك واشتراك. خلي يجي الجيش بسرعة. لما يجي خلينا ناخذ دعم من بريطانيا. لا بريطانيا تعطينا دعم مو احنا نعطيها. هنا العراق العظيم هيوته صعد الاقتصاد العراقي. راح نشيل شو اسمه. هسه العراق راح يصير دولة مستقلة نقدر نقول. سوينا جيش لا يهاب للجيش للعراق. هذا الاقتصاد العراقي صعد. العراق نقدر نقول دولة عظمى بس بعد يعني لا يقارن بأقوى دولة بالعالم. يعني الحرب على اليونان. أنا زقت باليونان هلا احتلها. عشان احتل سوريا من المتبقي من سوريا. هاي الامبراطورية مالتنا كبرت. شو نسوي. راح نحتل منو. راح نفتح باكستان. هذا الملك مالتنا يكره روسيا. احتلينا. ها جماعة ايران وينكم. ان الله يكره الملوك. ايطاليا لا 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 لا. اتفاقية السلام. وينكم ايران. ان الله يكره الملوك. اذا الله يكره الملوك كان طيح حظي. مو خلاني صايع على الصراع ضم المملكة. تركيا لا خرب عنا. يحتلون بغداد. خلصت فلوس أنا على معاهدات مع السلام. نسوي معاهدة سلام يا روسيا. وديشي أصلا روسيا جاي تغلى. نخاف لا يضربونا بنووي يطيحون حظنا. ترى الروس ما تشوفهم حتى. مو أول حلقة نحتل روسيا. والله ما أعرف. احنا من أول حلقة بدينا نطق. بس طبعا هذا الطق ما راح يبقى. راح ننجلد. اوكي. احاول اشتري سلاح نووي من فرنسا. انا نقوي علاقاتنا ويا فرنسا. والعراق خبرات. هاي اول حلقة. الجيش العراقي تعب. اوكي الجيش العراقي جايب رداء خلاص. اوكي اوكي. اوه اكثر دولة يكرهوها العالم احنا. ليش سعودية والله. بس لازم نسوي علاقاتنا زينة وقوية.
عاد فرنسا، اصبر، فرنسا لا تكرهنا السهول. إيطاليا، إيطاليا وسوينا معاهدة السلامية كل ساعة. وباقين على المستعمرة البريطاني أحسن، يمكن رحلات على الوصاية البريطانية علينا. أوكي عرفت شو ما راح أرجع الوصاية البريطانية علينا. أحسن شيء أنا رحم الشعب كله. بريطانيا، تعال بريطانيا ساعدونا ظلمتكم هكذا. مين خلاص صحيح جانا تحت الوصاية البريطانية. آسيا تقدم. الدول العربية وين؟ تعال دولة أسويها معاهدة السلام. هي الدول العربية راحت وات. الجزائر بقت، موريتانيا شوية منها ما راح تشيلوها موريتانيا. وات مدينة لا كم دولة بعد موجودة بالعالم عربية يعني. دولتين عربية. هضل بس أنا السعودية. أوكي السعودية راح أعطيكم شي حلو. اوكي المملكة العراقية بعد. طبعا شو اسمه دعمت شوية السعودية وأريد تتحد أنا ما أعرف. هاي السعودية طبعا عندها أراضي بأفريقيا. يمكن راح أهجم على تركيا بس ما أتوقع أقدر والله. تركيا شوف والله قوات. والله ممكن أقدر لهم. العراق وات والله ما علينا نتعلم أمريكا احنا اخوان ترى. هذا السلام ما عندي فلوس زين. من العراق يا عمي وذا دولتين تحبنا بس. ممكن أمريكا ما تكرهنا هون بس أكثر دولة تحبنا من أمريكا. أوكي راح نشيل الوصاية البريطانية خلاص. ممكن سامر لا خليه شوي. يا الله ولايات على عزت وين تو شالوني. اصبر راح ناخذ فلوس من المملكة المتحدة. خاصة المملكة المتحدة مو هاي المفروض. عجيب ما يعطونا فلوس يا أخي. ناخذ منهم 800 مليون شنو 800. لا تقولوا شيء ميلهم هذا السلام. يلا بسرعة نص فلوسنا راحت على المعاهدة. هنسوينا جيش ضخم. هسه الدول اللي احنا مستعمريها وما ادري شنو راح ناخذ من الجنود من هالسرعة نسويهم حليب نحلبهم. خذنا قوات نجند شعبهم. راح أريد أحتل الهند وأخذ منهم دول المليار شخص كلهم مجندهم. والله حركة فلون استعمر الهند. أقوى دولة بالعالم العراق. طبعا أنا الهدف اللي أريد ما قلته. أوكي راح ننهي الحلقة هسه. أوكي هانا وقت استعمار أمريكا. نشيل أمريكا راح نمحيها من التاريخ. طبعا راح نشيل أمريكا يعني من آسيا. طبعا هنا وانا اذا تقولوني من اول حلقة هي تحت اليد راح اقول لكم لا يا حبيبي
وهاي المستعمرات اللي راح احتلها راح تتقسم، بالتالي راح ارجع على هذا يمكن بس ايران والعراق والسعودية وهاي الدول. كله قتل بس بقى وكم دولة. لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامة.